اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. فضيحة رحيل زكريا الوردي عن نادي الزمالك. يا زكريا، جيت في ايه يا زكريا ورايح في ايه يا زكريا؟ مبدئيا بس علشان تكونوا معايا في الحلقة لازم نشوف الفيديو الوداعي لسيادة المستشار ولزكريا الوردي. نشوف الفيديو عشان نرجع نرد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكابتن زكريا الوردي، واحد من احرف اللعيبه المغاربه. لاعب كان بيتخانق عليه ناديين، الترجي والوداد. لاعب كان جاي له عرض في فرنسا، هو كان فري، ساب كل ده عشان يجي نادي الزمالك. انما للاسف لانه عنده دم وعنده احساس ولاعب كبير. اولا هو مركزه رقم 6، فلما جه يلعب 8 لعب 8، ده مش مركزه اصلا خالص يعني. انما هو لانه عنده دم وعنده ذوق ومتربي وابن ناس ومغربي محترم زي كل المغاربه. بعض العيال اللي هم عاملين نفسهم زملكاويه زي ما طفشوا محمود علاء وداخلين على اوباما، دخلوا على زكريا. انت السبب في خساره السوبر، انت الكره اللي اديتها. برغم اللعبه دي ممكن تحصل، هو برضه ما كانش مكانه، تحصل مع اي لاعب في العالم. انما الجلد بقى جلد الذات كل يوم، وكأن زكريا ده جاي عدو ليهم. دول من الزملكاويه ما لهمش علاقه بالزمالك، ولو ما احترموش نفسهم هيبقى فيه اجراءات، لانك مش معقول هتدمر لي الفريق. كل لاعب مش عاجب مزاجك تقعد تهاجمه لغايه ما يقول لي عايز امشي. فده كلام ما يرضيش ربنا وما يرضيش جمهور الزمالك العظيم. دي بعض الصفحات المأجوره، تاني المأجوره اللي مستأجره من عتال وعباس وسليمان وهاني شكري وعبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق. ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ هجوم على هجوم فالراجل جه. اما هو قال لك انا مش هقدر اكمل، برغم من احرف اللعيبه المغاربه، انا مش هقدر اكمل. لانه للاسف الشديد هو بيشوف الكلام ده، ما هو بيخش على المواقع الزملكاويه او اللي عامله نفسها زملكاويه. فانا امير طبعا بيحاول، تعالى يا امير هنا، بيحاول بقاله اسبوع 10 ايام يقنعه بالاستمرار وهو رفض. وانا برضه بقول له دلوقتي تاني المره الاخيره، دول من الزملكاويه، دول ما لهمش علاقه بالزمالك. محمود علاء هو الهداف التاريخي لكل مدافعين نادي الزمالك، ومع ذلك قعدوا لا عشان لعبه الكره بتاعت الواد اللي اسمه قفشه دون وجت جون. تمام، نفس اللي حصل معاك كان سوبر برضه على ما اعتقد، ده كانت البطوله الافريقيه. وهجوم وهجوم وهجوم، لا الرحمه بصراحه الرحمه. انتوا عمركم ما كنتوا زملكاويه، انتوا عايزين تدمروا الفريق. ياما لعيبه لا بيضيعوا ضربات جزاء، لعيبه كبار، كريستيانو ميسي كل دول. فمسكوا الكابتن زكريا وجلد فاشل مش نافع، برغم من احرف اللعيبه في خط النص في رقم 6. يلعب 8، هو لاعب 8 مش مكانه، لكن حاضر لانه لاعب ملتزم. فانا بقول له المره الاخيره لو في فرصه انك تكمل معانا اهلا بيك، انت لاعب موهوب وانت مكسب لاي نادي هتتعاقد معاه، انت راجل حر فري، لان بعد لو فسحنا هنفسخ بالتراضي. تمام، فاي نادي يتمناك، وانت كان عندك انديه فرنسيه على ما اعتقد، الوداد المغربي والرجاء كانوا بيتخانقوا عشان يلعب معاهم، وهو فضل الزمالك. اللي فضل الزمالك بعض العيال الصايعه اللي عامله نفسها زملكاويه، والله العظيم انتوا زملكاويه، انتوا عبيطه. فاذا كان ده قرارك الاخير ومفيش فرصه للتراجع، خلاص يعني احنا لازم نشكرك ونكرمك، لانك انت لاعب متميز. محدش سمع عنك حاجه، محدش سمع صوتك اصلا. يمكن انا اول مره اقعد معاك النهارده، لانه انا ما بقعدش مع اللاعب اللي بيبقى عنده مشاكل. انت ما عندكش مشاكل، لكن انت عندك دم. لما حسيت الهجوم ده اللي عيال اللي عمال طفش عايز يتهدد، ده لسه اخر حاجه 1 2 فيريرا سانكيو بيشتموا دلوقتي. منك لله يا برومو، انت السبب يا سافيو. كان لازم يعني تاخد الاسيست منه وتجيبها بالطريقه ديت. كسرت بخاطر الواد وهتطحفشه زي ما قفشه برضه كان السبب في رحيل محمود علاء. ده وجهه نظر مين؟ الزملكاويه. لكن تعالوا نتكلم بالمنطق. يعني ده لعيب جاي من المغرب، طبيعي يكون في ضغوط،
طبيعي لاعب يغلط مرة واثنين وثلاثة، بس المهم انه يكمل، ده الشيء الطبيعي اللي احنا عارفينه. لكن اي لاعب عندي نفسيته تتعب زي ما هو بيقول، اجي اقول له تعال نفسخ العقد، او يعني بالتراضي ازاي؟ الحاجة التانية، بتقول عليه انه لعيب يعني كانوا بيتخانقوا عليه وبيقطعوا بعض عليه وهو فضل الزمالك. طالما انه هو فضل الزمالك ما يستحمل شوية، ما يستحمل شوية، ولا الحكاية انه ما خدش فلوس لسه، ولا ان الحكاية بالظبط علشان كده مش عايز يكمل فقلتوا تطلعوها بالشكل ده. الحاجة التالتة، يعني فين الحملات اللي تمت عليه؟ انا ما شفتش حملات على الوردي، ما شفتش غير كل حب وتقدير من جماهير الاهلي للوردي. فيجي يمشي هتقطع فينا والله يا وردي ومش هنستحمل غيابك. طب برومو هيعمل ايه في غيابك؟ يعني برومو هيعمل ايه في غيابك؟ محمود علاء يعني تأقلمنا بالعافية على غيابه لحد ما انت جيت، هناخد فترة كمان على ما نتأقلم على غيابك. الحاجة الرابعة بقى، يا كابتن مجدي يا عبغاني، فينك يا كابتن مجدي؟ فينك وفين الكلام على إهدار المال العام، وسافيو مصاب، وسافيو عنده مشكلة ومش هيلعب، وازاي الأهلي يجيبه؟ مفيش حاجة على زكريا الوردي؟ طب مفيش حاجة على باقي الصفقات السوبر اللي الأخ مرتضى منصور طلع وقال يعني إن زكريا ده برقبة طارق حامد؟ مفيش كلام ان قال فرجاني ساسي مين اللي كنتوا شبطانين فيه؟ ده انا جبت لكم زكريا الوردي. وازاي زكريا هيرجع المبلغ تاني؟ هو ده عقد احترافي ولا ديت خطوبة بين اتنين وفسخوا الخطوبة وكل واحد خد حاجته من التاني، ولا ايه الحكاية؟ طيب هو لو رجع الفلوس السمسرة بقى، وكيل اعماله او مدير اعماله هيرجع؟ الناس اللي كانت ماشية وتذاكر الطيران رايح وتذاكر الطيران جاي والشركة البرتغالية والحوارات دي كلها، ايه النظام؟ هترجع برضه؟ كفاية بقى ما تلعبوش بدماغتنا. لكن اللي احنا شفناه ده ليه مسمى واحد بس، استعباط القرن. هو ده استعباط القرن. لعيب ما كملش شهرين وماشي عشان نفسيته مش مرتاحة. طب لما بدري بنون لما برضه كان في بعض الاخطاء عنده وبعض التصرفات اللي ما جاتش على هوا جمهور الاهلي قال له اتفضل، عايز تمشي هات العقد. جاب عقد ب 2 مليون دولار وتوكل على الله. لكن طلع لهم مين بقى؟ ميدو، احمد حسام ميدو، صاحب الحاجه وعكسها، شويه يبقى كده وشويه يبقى كده. لكن المهم نشوفه قال ايه ونرجع نرد عليه. حالته نفسيه ليه تعبانه وعايز يمشي، وانت جيت فين وماشي فين؟ يعني زكريا الوردي انت جاي نادي كبير، نادي الزمالك. هو انت كنت فاكر ان انت مثلا جاي مصر هيودوك الميريلاند؟ انت كنت فاكر ان انت جاي مصر هياخدوك يفسحوك في الميريلاند؟ هو الزمالك كده والضغوط كده في الزمالك. بن شرقي ما قالكش اي حاجه عن ضغوط الزمالك، ونجم ما قالكش اي حاجه عن الزمالك. ضغوط الزمالك، عايز تلعب في الزمالك لازم تتحمل الضغط. انا مش شايف اي حملات اتعملت على زكريا الوردي بصراحه. والكلام اللي بيقوله امير مرتضى ده لو حقيقه تبقى كارثه، تبقى كارثه ان الزمالك يجيب لعيب ويلعب ماتشين ويقول انا مش عايز العب، انا نفسيتي تعبانه وعايز امشي، وانت مش عارف بره ايه قصته. الراجل النهارده بعد ماتشين ثلاثه يقول لك اصل انا حالتي النفسيه تعبانه. ليه؟ هو جاي يلعب في حضانه؟ جاي يلعب في فرقه الحضانه، فرقه المدرسه؟ العب يا زكريا. في انت راجل لعيب كبير، راجل كنت بتلعب في الرجاء. هو الرجاء لما كنت بتغلط كانوا بيطبطبوا عليك؟ مش حد بيطبطب عليك، هي دي الكوره. انما ايه القصه كل لعيب بيلخبط اصل انا ونفسيتي؟ لا، احنا في حته بنقول للجمهور بالراحه على اللعيبه، لكن في حته اللعيبه لازم تتحمل مسؤولياتها. هو في مين فينا ما كانش عنده ضغوط وهو بيلعب؟ بس لازم تتعامل مع الضغوط. التعامل مع الضغوط هو جزء من وظيفتك كلاعب كوره او كمدرب. ان انت اما انت بتاخد ملايين ليه؟ بتاخد ملايين عشان تروح تقعد ورا المكتب ورا الكمبيوتر في البنك وتقعد من غير تشتغل من غير اي ضغط؟ سيبكم من ردودي. او جه ميدو وقال له اللي فيه النصيب، قال لك يا حضانه يا بابا. هي حضانه يا امير؟ مش امير ده اللي قافل على الفرقه كويس وواخد افضل مدير كوره؟ هي دي حكايه زكريا الوردي. ويعني عرفني ميعاد السفر، هجيب لك بوكيه ورد واروح لك على المطار، لانك هتقطع فينا يا زكريا. الحاجه بقى الاخيره اللي معانا في الحلقه، فضيحه لصحفي او ايا ما كان بيطلع على قناه الزمالك، يعني بيناشد رئيس الوزراء يسيب ازمه الفراخ
ويشوف ازمه يشوف ازمه لعيبه الزمالك ومشاكل الزمالك. نشوف بس الاول هو قال ايه عشان نضحك للصبح. نشوفه ونرجع نرد عليه. على صفحة مجلس الوزراء ان دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بيتدخل عشان يحل أزمة الدواجن، أزمة الفراخ. مع احترامنا الكامل لأزمة الفراخ، هو نادي الزمالك يقل عن الفراخ؟ نادي الزمالك بأبطاله بنجومه بلاعيبته بمجلس إدارته ما يستحقش نظرة زي النظرة يا دولة رئيس الوزراء اللي الدولة وقفتها مع الفراخ عشان تحل أزمة الفراخ؟ نادي الزمالك هو مفرخة للمنتخبات المصرية. نادي الزمالك هو أحد القلاع الرياضية اللي بتضخ الدم في كل المنتخبات. فالنهاردة أنت يعني أنا بتساءل معالي دولة رئيس وزراء مصر، فين من أزمة نادي الزمالك؟ فين إدارة او لجنه حل ازمه نادي الزمالك اللي بقالنا 3 شهور فيها؟ النهارده انا بسال، يعني اما اجي اتكلم على الزمالك ده شعب مصر، يعني سواء الشعب بينقسم جزء اهلي كبير زمالك طبعا. اسماعيلي، نادي الزمالك بيمثل جزء كبير من الشعب المصري. الله على الدماغ اللي انت عاملها، ما ترسلهوش تاني، هو كده تمام. ده انت لو طالع تحفل على نادي الزمالك مش هتطلع تقول اللي انت بتقوله. لو طالع تهاجم وتقلب الدنيا كلها مش هتطلع تقول اللي انت بتقوله. طبعا الفراخ البيضة اهم، الفراخ البيضة والناس اللي محتاجة والاسعار اللي مولعة اهم. على الاقل الحكومة بتحل الحاجات اللي هي مسؤولة عنها. اما مشاكل الزمالك المفروض سيادة المستشار اللي عندك هو اللي يحلها، لان هي ديت مشاكله. فالحكومة بتحل مشاكلها والزمالك يحل مشاكله. ثانيا بتقول الزمالك اكبر مفرخة في البلد للمنتخب. طب ان شاء الله كده لما ربنا ينتعكم بالسلامة والمشكلة تتحل عندكم على خير، هتبيعوا البيضة بكام؟ هتبيعوا اللاعب بكام بعد كده؟ ولا ايه الشبه؟ يعني ما تكونش الفراخ البيضة وده القلعة البيضة والزمالك بيلبس ابيض فده تشابه مثلا يعني؟ يا عم انت ايه اللي جاب البحر جنب القلعة يعني؟ طب رئيس الوزراء هيحل مشاكل الفراخ انه هيظبط العليقة هيوفرها، هيحل مشكلتكم ازاي؟ مش عايزين نخبط في الحلل عشان جمهور الزمالك بنحترمه، لكن شوفوا الناس اللي بتطلع على قناة الزمالك بتقول ايه والحقوها علشان بتخبط في الحلل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وإن شاء الله معادنا في حلقات تانية في برنامجكم ضرب في المليان. نعمل لايك ونشترك في القناة ونشير الفيديو لكل حبايبنا علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. وإن شاء الله أشوفكم على خير. تحياتي لحضراتكم.